السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد وتوقعات جديدة. توقعات يوم 26/4 الجمعة. النهاردة عشان ما اطولش عليكم هنتوقع 3 ماتشات. خليني قبل ما ابدأ اقول لكم الناس الجديدة اللي معانا تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة. بنختار 5 من المشتركين الجداد، بنشحن لكل واحد فيهم ب100 جنيه. فعشان كده ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتعملوا كومنت صغير عشان بنختار 5 عشوائي. خلينا الاول اخش بقى في الماتشات بتاعه النهارده. زي ما قلت لكم هختار 3 ماتشات اهو. دوري ابطال افريقيا معانا. دوري ابطال افريقيا اول ماتش الترجي التونسي وصن داونز جنوب افريقي. احنا لا هنختار لا فوز ولا تعادل ولا خسارة، احنا هندخل على الماتش من جوه كده اهو. الفريق الذي سيتأهل للمرحلة المقبلة هنختار فريق رقم 1 اللي هو صن داونز، بحيث ان لو الماتش خرج بعد 90 دقيقة خلصوا والماتش خرج تعادل، انت ما تخسرش. لو انت متوقع فوز صن داونز والماتش خرج 90 دقيقة كده انت خسرت. لكن لو الماتش خلص ضربات جزاء، خلص اكسترا تايم، خلص اي حاجة، انت قال ان الفريق اللي هيصعد هو صن داونز. الماتش التاني الاهلي ومازيمبي، نفس الكلام. الفريق الذي سيتأهل للمرحلة المقبلة هو الأهلي، الفريق رقم 1. ممكن تختار ان فوز الأهلي، بس هو الريت كده كده مضروب في 1 و3. الماتش التالت اللي معانا والأخير هو في الدوري الأسباني ريال مدريد وريال سويداد. احنا هنختار فوز أو تعادل ريال مدريد، فرصة مزدوجة فوز أو تعادل ريال مدريد، لأن الريال كده كده حسم الدوري، فممكن يلعب بالاحتياطي او يريح شويه من اللعيبه بتاعته. فاحنا هنختار فوز او تعادل ريال مدريد. طبعا انت عايز تعملهم 3 ماتشات دول تعملهم في قسيمه لوحدهم، الريت بتاعها مضروب في 4 و6. عايز تتوقع كل ماتش لوحده براحتك. خليني الاول اقول لك رقم القسيمه اهو برضو، عشان لو عايز تعمل القسيمه 3 ماتشات اهو. رقم القسيمه واضح قدامنا. اهم حاجه ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه اهو. رقم القسيمه اهو. احنا وليكن هنحط على الريت ده نحط 54 يجيبوا 250، وننتظر لما نشوف. طبعا في نهاية الفيديو بشكركم على حسن المشاهدة، ونتقابل في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.